السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل مع بعض كفتة بشكل جديد خالص، هتاكلوا صوابعكم وراها. هتقدري تقدميها بالعيش او بشوية رز ابيض، وبجد الصوص بتاعها رهيب. يلا نسمي الله ونقول المقادير. معانا كوبايتين من عصير الطماطم، ومعانا لحمة مفرومة اي كمية انت عايزاها، ومعانا بصلتين مبشورين او مقطعين زي ما انت حابة، وست فصوص توم مفرومين، وكمون وفلفل اسمر وملح وسبع بهارات وفلفل اخضر حامي او بارد. وهنجيب بولة وهننزل باللحمة بتاعتنا وهنحط عليها البصل، وبعد كده هنروح نازلين بالبهارات بتاعتنا وهنخلط كل ده مع بعض. وهتخلطيها كويس عشان ما تفكش منك واحنا بنصبعها. وبعد ما خلطناها بالشكل ده هنبدأ بقى هنصبعها كويس عشان ما تفكش منه واحنا بنحمرها في السمنة. وهنصبعها ولا كبيرة ولا صغيرة، هيبقى الصباع معانا وسط. وكده خلاص خلصنا كل الكمية اللي معانا. هنجيب بقى اي صينية ونحطها على النار، واول ما تسخن معانا نروح نازلين بمعلقتين السمنة لغاية لما السمنة تسخن معانا كده. هنبدأ بقى ننزل بصوابع الكفتة علشان نبدأ نحمرها. طبعا هرص الكفتة بتاعتنا اللي احنا عاملينها بالشكل ده كده. كده خلاص رصينا كل الكفتة، هنبدأ بقى نحمرها. هتحمريها تقلي بيها فوق وتحت لغاية لما تتحمر معانا. كده خلاص اتحمرت معانا، هنبدأ بقى نطلعها. والسمنة اللي نازلة منها اللي احنا حمرنا بيها الكفتة هننزل عليها ببصلاية كبيرة متقطعة، هنبدأ بقى نحمر البصلة. وبعد البصلة ما تحمر معانا وتاخد لون ذهبي هروح نازلين بست فصوص الثوم المفرومين بالشكل ده كده. مش قادرة اقول لكم ريحة الثوم على البصل عامل ازاي، ريحة رهيبة. وبعد كده هروح نازلين بقى بالفلفل بتاعنا الحراق او البارد زي ما انت حابة. وبعد كده هروح نازلين بالطماطم بتاعتنا، كوبايتين عصير الطماطم. طبعا هنسيب ده كله يتسبك مع بعضه. وهننزل بمكعب مرق بالشكل ده كده. هنحط شويه كمون وشويه فلفل اسمر والملح بتاعنا، طبعا هنظبط الحب بتاعنا. وزي ما انتوا شايفين الصينيه ما فيهاش اي حاجه من مكان التحمير، كل ده راح في التسبيكه بالشكل ده. الصينيه نطفت جدا تماما. وهننزل بكوبايه ميه مغليه. وبعد كده هروح نغسلين الكفته بتاعتنا. هنبدأ بقى نغطيها وهنسيبها ربع ساعة لغاية لما الكفتة تستوي معانا وبقت معانا بالشكل الجميل ده. وعملنا جنبيها شوية رز أبيض أو ممكن تاكليها بالعيش، بجد خطيرة. الصوص بتاعها رهيب، هتحطيه كده على الرز بجد تحفة. بجد جربوها واستنى رأيكم في الكومنتات، واشوفكم على خير الفيديو الجاي. وما تنسيش تعملي لايك وشير ومتابعة القناة عشان يوصلك كل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.